اعذروني اللايف فصل. هعيد تاني. قبل ما اتكلم في موضوع اللايف ده حابه انوه على حاجه. في اللايف اللي فات كنا اتكلمنا عن احنا عملنا ايه في 2017، وكان اهم حاجه عملت ريكومندد عليها ان هي القرايه، وان احنا لازم نقرا. واتطلب مني حاجتين في اللايف اللي فات. اتطلب مني اسماء الكتب واللينكات بتاعتها. انا بالفعل حطيت فيه بوست في لينكات الصور، لينكات الكتب اللي انا قريتها كلها وبأسمائها وملخص كده بسيط عنها. وحطيت لينكات مباشرة، يا ريت يعني يا دوب هتدوس على اللينك اوريدي هيحولك لان انت تداونلود على طول. واول كتاب برشحه لاي حد ان هو اقرا بور داد ريتش داد، الاب الغني والاب الفقير. تمام. ده كان بخصوص اللايف اللي فات. تاني حاجة برضو سألت عليها في اللايف اللي فات، ايه اكتر حاجة بتحبيها او بتقري فيها؟ عامة انا بقرا في ادارة الاعمال، التنمية البشرية، تطوير الذات، علم النفس، الحاجات دي. روايات وقصص واشعار بصراحة ماليش فيه، يعني من وجهة نظري ان انا استفيد بالقراية في حاجة مفيدة. مش عارفة، في مشكلة تقريبا في النت عندي، فالنت بيفصل فاعذروني. فنرجع نكمل تاني. فانا بحب اقرا في الكتب دي، يعني تطوير ذات، تنمية بشرية، علم نفس، الحاجات دي. اما بقى شغل بقى اللي هو كتب واشعار والحاجات دي فانا ما بحبوش، يعني بحسه تضييع للوقت. اما اللي انت بتحبه لو تقرا ده حاجة ترجع. ده السؤال اللي انا سألتهم الكتب. فانا اوريدي نزلت بوست تاني، وتحميل اللينكات هتلاقيها لينكات مباشرة على طول. اوريدي هتقوم محول انت على طول، هتقوم محمل الكتاب. واغلب الكتب هتلاقيها مترجمة الا اخر كتابين فهم في الماركتينج، فهو ما حطيتش لينكاتهم علشان هم اصلا مش موجودين. فلو حد عايز الكتب بتاعه الماركتينج دي انا ممكن يبعت على المسج بتوع الصفحه، انا هبعته له دايركتلي الكتاب اللي هو عايزه. هما كانوا كتابين: المسوقون كاذبون، The Marketer Are Liars، والبيربل كاو، البقرة البنفسجية. تمام. ده بالنسبة لللايف اللي فات واللي هو عملنا ايه في 2017. هنخش بقى بإذن الرحمن على موضوع اللايف ده، واللي هو هنتكلم فيه هنعمل ايه او خطة الصفحة ايه ان احنا نكون في 2018. بإذن الله في 2018 هنركز على نيتش معينة، اللي هي النيتش اللي هي ايه، النيتش يعني موضوع معين، مش هنبقى متفرعين كده. هنبقى مركزين على نيتش اللي هو الويت لوس، الدايت او التخسيس او خسارة الوزن. طبعا الشتاء بالنسبة للجميع هو انسب فرصة لخسارة الوزن، وخصوصا يعني عايز تعمل سكور جدا ان انت تخسر وزنك وان انت تقلل الوزن وكل الكلام ده تظبطه في الشتاء. الناس هتقول صعب والسقعة ومعرفش ايه وهنستحمل. لا، النظام اللي احنا نقول عليه هيبقى فيه اكل كتير فمش هتحس بالجوع. بس بجد لازم، وانا واحده من الناس انا هلتزم بالكلام ده جدا جدا جدا. يعني انا من ساعه القعده دي وما عادش فيه حركه كتير، يعني عشان الشغل بقى معظمه بقى من البيت فما عادش فيه حركه كتير زي الاول. فطبعا باكل هو نفس اكلي بس زدت. فان شاء الله لازم هنلتزم ان احنا نعمل نظام غذائي، مش نظام غذائي يعني هنخليه اسلوب حياه، لايف ستايل. وانا هنتبع كلنا مع بعض، يعني في الجروب كده ان شاء الله اللي انا عاملاه هننزل نظام وكلنا نتشارك مع بعض. انت عملت ايه النهارده، انت عملت ايه النهارده، انت سويتي ايه، ونبقى كده متشجعين مع بعض وكلنا يعني نساعد بعض. لان بصراحه فكره خساره الوزن او الويت لوس بقى عايزه تشجيع. لا احنا عملنا ونبقى معلش اعذروني اللايف عندي بيقطع والنت عندي شكله ضعيف. فقلنا اول حاجه هنعملها في 2013 هننزل النظام الغذائي وهنتابع مع بعض اول باول. تاني حاجه بقى، انا بالنسبه لي ما بلتزمش بدايت، يعني لازم ادخل حاجه غذائيه. انا بحاول، مفهوم عند الدايت مش لازم التزم بورقه وقلم، لا انا بحاول اخليه اسلوب حياه. يعني انا كان عندي تجربه كبيره جدا في خساره الوزن، فالحمد لله من خلال التجربه دي قدرت استفاد منها كتير. فهنقدر بقى الملخص المفيد، احنا هنحول الاكل من هو unhealthy هنخليه healthy. يعني مثلا عايزين نعمل كيكه، عايزين ناكل كيكه، عايزين ناكل حاجه حلوه، احنا هننزل بقى وصفات وفيديوهات ازاي نحول الكيكه دي وناكلها healthy باقل قدر من الكالوري. هيبقى احنا وطبعا اليوم الفري عندنا هيبقى الضرب دمار شامل. هننزل وصفه برضو حلويات بقى وضرب نار، لان انا عن نفسي ما بحبش احرم نفسي من حاجه.
عندنا هيبقى 6 ايام اكل هيلسي مش نظام غذائي، اكل هيلسي، اكل كتير مفهوش حرمان، واخر الاسبوع هيبقى يوم فري ضرب نار. هنعمل ايه بقى؟ الخطه هتبقى ماشيه ازاي؟ يوم السبت، يوم الجمعه هتلاقي الخطه بالظبط. السبت هننزل النظام الغذائي اللي هنمشي عليه وهنتشارك معانا فيه. هيبقى في نص الاسبوع في وصفه هيلسي، ازاي نعمل مثلا كيكه دايت، نعمل كب كيك دايت، نعمل حلويات دايت، او اي اكل هيلسي يعني يبقى طعمه حلو وبلو كالوري، وفي نفس الوقت يكسر حدة شهوة الحلويات والحاجات دي. وهتبقى في وصفة تانية اللي هي بقى ايه؟ الان هيلث. معلش يا شباب، والله المشكلة مش من عندنا، المشكلة في النت ما شاء الله، المشكلة في مصر كلها وحاجة بقت صعبة، بس ما علينا. فاحنا بس اللايف ده عشان لو النت قطع تاني هنقول الملخص المفيد. الملخص المفيد، هننزل نظام غذائي، وهنتشارك مع بعض في الجروب اللي هحطلكوا اللينك ان شاء الله في الكومنت عشان تعملوا له جوين ان شاء الله انضمام. تاني حاجة هيبقى في فيديو لوصفة دايت، وصفة هيلثي، عشان ان شاء الله في خلال فترة ان احنا بنخس مع بعض هنحاول نخلي الحاجة تبقى اسلوب حياة، مش مجرد شهر ولا شهرين عملنا دايت ونزلنا الوزن اللي احنا عايزينه وهوب هوب 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 رجعنا تاني. لا، احنا نخليه لايف ستايل، اسلوب حياة. تاني حاجة احنا شعرنا لايف ستايل بس من غير حرمان. هنعمل برضو وصفة فيها كده دلع وحركات وشوية سكريات، نعمل كسر الروتين علشان جسمنا اذكى مننا ما يفضلش يخزن الحاجات وفي الاخر نلاقيه مفيش نتيجة ومفيش تفاعل ولا نزول وزن. كمان هنعمل وصفات اضافية، يعني حاجات مساعدة زي حوارق الدهون، زي مية الليمون اللي احنا عملناها قبل كده، برضو الحاجات دي بتساعد. كل دي يا جماعة تجارب، يعني انا هجربها معاكم واحنا الاتنين هنجرب مع بعض، كل واحد هيشوف معاهم ايه، مش انا، لا احنا كلنا بتجارب، وكل الحاجات دي بنعملها تجارب، بنجرب على نفسنا عشان نلحق نفسنا ما نتفاجئش في الصيف بسم الله ما شاء الله ان احنا لقينا نفسنا ايه، في تزايد مستمر. فان شاء الله باذن الله خطه 2018 تعجبكم، وان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في نشاط كبير قوي قوي على الصفحه، وهتبقى في وصفات هتنزل على طول، سواء اللي هي الدايت او الهيلثي او الان هيلثي. وبالنسبه للكتب تاني، كل فتره هنبه على الكتب، وكل كتاب هقراه هقول لكم عليه. انا دلوقتي بقرا في كتاب هو يعني اسمه مجعلص كده شويه، ايقظ قواك الخفيه، فقوي جدا وهو في علم النفس جدا. هخلصه واقول لكم رايي عليه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب خطه 2018 تعجبكم، ونبقى كلنا ملتزمين مع بعض وننفذ الخطه ستيب باي ستيب، وان شاء الله نخرج من شتاء 2018. يعني لا، ده شتاء 2017 اللي بينتهي ده، نخرج منه واحنا خاسين كده ومستعدين للصيف. ليه بقى؟ لان احنا لو مستعدناش دلوقتي هنخش في رمضان، ومن رمضان هنتفاجئ بهدوم العيد مش هنلاقي مقاساتنا، فلازم نلحق نفسنا من دلوقتي علشان ما نتفاجئش، فنستعد بإذن الله. وان شاء الله هنمشي مع بعض، فانضموا للجروب، اللينك هيبقى موجود، هو اوريدي هتبقى موجود على الصفحة. وهسيبكم خميس وجمعة دلعوا مع نفسهم جدا، بيوم السبت اللي مش هتلتزم هعلقها. ان شاء الله اللايف يعجبكم، ولو في اي استفسار او كومنتات اعملوا لي مسج ان شاء الله. يلا see you soon, bye.